إيه اللي بيحصل لما تسيب موبايلك يشحن طول الليل وأنت نايم؟ الحقيقة إن الموبايل أول ما بيوصل ل100% بيوقف شحن، لأن موبايلاتنا بقت سمارت. لكن الحقيقة مش بتقف هنا، الموبايل بيبدأ يستهلك كل شوية من الشحن، لأنه شغال عادي، يعني ينزل 1 2 3% مثلا ويرجع يشحن تاني ل100%، لأنه برضه متوصل بالكهرباء. الحكاية دي بتتكرر عشرات المرات وانت نايم، رحلة بحث البطارية عن الكمال. واللي لازم تعرفه إن 0% مش كويس بالنسبة لك لكن 100% مش كويسة بالنسبة للبطارية، لأن بيحط عليها ضغط كل شوية، وده حاجة بتأثر على عمرها. شحنك للبطارية بالطريقة دي هيسرع من انتهاء صلاحيتها. خبر كويس إن موبايلك مش هينفجر ولا حاجة، لكن هتلاحظ مع الوقت إن شحن البطارية بيخلص بسرعة، ونفسك في الموبايل يكمل معاك بس لربع اليوم. أكيد هتحس إن في حاجة غلط، ده بسبب إنك بتسيب موبايلك على الشاحن طول الليل، زي بالظبط كأن عضلات جسمك شادة طول الليل ما انت نايم. بتصحى الصبح، تخيل انت بتكون عامل ازاي الصبح في الوضع ده. الحاجة اللي محتاج تعرفها كمان إن الموبايل حرارته بتزيد طول ما انت بتشحنه. تخيل بقى كمان انت نمت وانت ماسكه ونسيته تحت البطانية أو مخدتك، والبطارية دي هي لسه، كل ده بيسرع من انتهاء عمرها وصلاحيتها. تخيل بقى كمان انت ممكن تكون مشتري شاحن صيني من المحل اللي تحت بيتكم، وسلك الشاحن مكلكع ومعقد، ده بعد فترة هيخلي بطاريتك شكلها منفوخ كأنها حامل في واحدة جديد. طيب ايه الحل؟ الحل انك تستخدم شاحن أصلي مناسب لموبايلك. تحاول دايما تستخدم ميزة تحسين البطارية، ابعد دايما موبايلك عن أي درجة حرارة عالية وانت بتشحنه، أو ممكن يعني تستنى أحسن لغاية الصبح وتبتدي تشحن موبايلك، لأن زي ما شفنا شحن الموبايل بتاعك وانت نايم يخليك تكسب شوية راحة خلال يومك، لكن في المقابل هتخسر شوية من عمر بطاريتك. ولو تغير موبايلك كل سنة مثلا أكيد المحتوى ده مش مناسب ليك. في النهاية متنسوش تعملوا لنا شير، لايك، سبسكرايب لو تشوفونا على اليوتيوب، واعملوا لنا فولو لو بتتفرجوا علينا على السوشيال ميديا.